الاسانسير وقع بلعيبه بيراميدز. والله زي ما بقول لك كده، صلي على النبي واخبط لايك وكمل الفيديو للاخر عشان في موضوعين مهمين هنتكلم فيهم. اولهم كده بسم الله الرحمن الرحيم، الاسانسير وقع بلعيبه بيراميدز. لعيبه مواليد 2007 كان عندهم محاضره وهم نازلين في الاسانسير وقع بيهم. 7 لعيبه او 8 لعيبه كانوا موجودين في الاسانسير وقع بيهم. كلهم بقى جروح وكسور وحاجه صعبه، يعني والله حاجه صعبه جدا. ربنا يشفيهم ولازم كلنا ندعي لهم. تاني حاجه وده موضوع مهم جدا، يعني محمود كهربا ينتقل الى نادي انبي. انت متخيل ان كهربا كان في الزمالك نجم كبير واحسن لاعب في مصر، نجم المنتخب، راح الاتحاد السعودي، راح لم ملايين. في الزمالك كان نجم مصر الاوحد، وده حقيقي، يعني مش انا اللي منجمه، ده الكل بيقول لك كهربا احسن لاعب في مصر ايام ما كان في الزمالك. بيلعب اساسي منتخب مصر، راح الاتحاد السعودي، كان نجم في السعوديه. كل ده يرجع للزمالك. لما احنا جبناه من انبي كان لسه كهربا برضو مفيش نجوميه. النجوميه كانت عندنا، النجوميه احنا اللي عملناها له. كهربا بقى نجم مصر الاوحد. كهربا وهو في الزمالك كان نجم مصر الاوحد، لحد ما حد لعب له في دماغه كده وكوبري بقى وبتاع، ورجع الاهلي قال لك رجعت بيتي والتزامي يا بيه. فضل يقول لك انا رجعت بيتي حتى لو هلم كور. اديك رجعت بيتك يا كهروب، رجعت بيتك الاساسي بقى، رجعت انبي. شفت المسيره منين لمنين؟ شوف انت كده المسيره بتاعتك بقت منين لمنين. في الزمالك كنت نجم مصر الاوحد. كهربا كان احسن لاعب في مصر وهو في الزمالك. كهربا راح الاتحاد السعودي على حس الزمالك. كهربا تألق عشان هو موجود في نادي الزمالك. انت وانت موجود في نادي الزمالك كان سهمك طالع يا كهروب للاسف. لما مشيت من نادي الزمالك وعملت الكوبري ورجعت بيتي والتزام يا باشا، اديك شفت اخرتك فين يا كهروب. شفت اخرتك فين. وانت لو بتقول ان انت مظلوم في الغرامه اللي الزمالك خدها منك، كان ربنا رضاك. بس انت فاشل. انت فاشل يا كهروب. انت لو بتحمد ربك كنت كملت في نجوميتك. انت وانت بتلعب في الزمالك كنت احسن لاعب في مصر يا كهربا. انت ما مسكتش فلوس حلوه غير عن طريق الزمالك لما طلعت السعوديه. عمرك ما مسكت الفلوس دي يا كهروب. فانت رفضت النعمه، والله العظيم رفضت النعمه، عشان انت لاعب فاشل. وقال لك انا رجعت بيتي والتزام يا بيه. ادينا شفنا الالتزام يا كهربا، الغرامات اللي كانت بتنزل عليك، وشفنا ان هم عايزين يمشوك باي طريقه، وشفنا كل ده. وعلى فكره اي لاعب هيمشي بنفس العقليه هيبقى مصيره زيك يا كهروب. اخرتها فشل، اخرتها رجعت انبي تاني. بدأت في انبي ونهيت في انبي. تخيل، بعد ما انت كنت ممكن تلعب في اوروبا عادي جدا، انت كنت في الزمالك جبت احسن ما عندك. كان كهربا كان احسن لاعب في مصر بشهاده الجميع، اهلاويه وزملكاويه. كهربا كان احسن لاعب في مصر، راح السعوديه تألق، انفجر في السعوديه. كل ده يرجع الفضل لمين بعد ربنا؟ فضل الزمالك عليك طبعا يا كهربا. وجودك في الزمالك هو اللي خلاك كده، وجودك في الزمالك هو اللي خلاك احترفت. بس انت قليل الاصل ورفضت النعمه يا كهربا. فاشل وهارب يا كهربا. اديك شفت الدنيا دواره لفت ورجعتك انبي. صباح الفل، والله العظيم صباح الفل. من عند ربنا دي، والله العظيم من عند ربنا. اي لاعب هيقلد كهربا ويمشي بنفس العقليه هينتهي، حرفيا هينتهي. وانا شايف ان نهايه زيزو هتبقى بنفس الطريقه. نهايه زيزو هتبقى بنفس الطريقه حرفيا. يلا كهروب اتبسط بقى في انبي كده ونافس على مراكز الهبوط. وطبعا في كاس عالم داخل، انت مالكش دعوه بالموضوع ده، لان انت خلاص فشلت لان ربنا كان كرمك بنعمه وانت رفضتها يا كهربا. رفضتها وكنت خاين يا كهربا وقليل الاصل يا كهروب للاسف. يا جماعه بالله عليكم عايزين ندعي لعيبه بيراميدز بالشفاء العاجل، وباذن الله يقوموا بالف سلامه.